السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. للمنتخب اليمني الكبير عبد الرحمن الخضر على التنفيذ. فرصة للمنتخب اليمني، محاولة يمنية من أجل تسجيل أول الأهداف. هنا التقدم، هنا أمامنا الله الله الله، وجول أول في هذا اللقاء. تسجيل دخول قوي جدا لأسود اليمن عن طريق الكبير عبد الرحمن الخضر بأقدامه الذهبية يفجر هذه المباراة القوية. لاحظ هنا يسكنها في الشباك، الكرة في اتجاه والحارس العراقي في اتجاه آخر. هدف أول للمنتخب اليمني على منتخبنا الوطني العراقي. لاحظ أمامنا التسجيل هنا في هذه المباراة القوية، يشعل هذه المباراة الغير عادية. الأحمر اليمني ومنتخبنا الوطني العراقي عليه علامة استفهام كبيرة في اللحظات الأولى على المدرب أحمد كاظم أن يتدخل، عليه أن يتدخل. هنا فرص، لاحظ الأخطاء الكارثية، لاحظ هنا الأخطاء الكارثية. تسديد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الموسيقار الهداف الكبير محمد شمسان. الله على هذا الدخول القوي. ما هذا يا رجال اليمن، ما هذا يا صقور اليمن. هنا جماهير اليمن تشعل المدرجات. ما هذا الدخول القوي، هدفين في غضون 5 دقائق. ما هذه الكارثة يا منتخبنا الوطني العراقي. أمامنا علامة تعجب واستفهام كبيرة على أداء منتخبنا الوطني العراقي. الموسيقار الهداف محمد شمسان في أول ظهور بقميص المنتخب يسددها على هذه الكرة. الأخطاء الكارثية لدفاعاتنا، الأخطاء الفادحة للدفاعات العراقية. ما الذي يفعله لاعبون في هذا اللقاء؟ تسديدة قوية عن طريق الجديد في المنتخب اليمني للناشئين، وعلى طريقة الدون كريستيانو رونالدو يحتفل الميدان من أسود اليمن. الله على تمريرة عبد العليم، هي يمنية، فرصة يمنية، كرة يمنية، محاولة بيضاء، فرصة للمنتخب اليمني، كرة للمنتخب اليمني، تسديدة ضعيفة، ترجع هنا أمامنا. أول في هذا اللقاء، جول أول لأصحاب القرار، جول أول لإشعال المدرجات. ارفعوا رايات اليمن العظيم. الله يا منتخب اليمن، الله يا منتخب السعادة. يديها من أجل الدعوات لمنتخب البلاد. ينجح المنتخب اليمني في فك الشفرة العمانية، ينجح فقهم المحرمة. هنا أمامنا الله على التسديدة، كرة تدرس يا الخضر عبد الرحمن الخضر. يا الخضر، الدرب أخضر في 90 يا حبيبي، في 90 يا حبيبي يا الخضر. الله على التسديدة، الله على المتعة. هنا أمامنا الخضر على طريقة الدون كريستيانو رونالدو. كرة خطيرة للمنتخب اليمني. المحاولة هنا العرضية، هنا المحاولة الخطيرة في منطقة الجزاء في الصندوق خطيرة. يحاول أمامنا اللاعب أحمد الموشكي. الله، جول السيمفونية اليمنية انطلقت. سيمفونية الانتصار بدأت بعزف أحلى الألحان في مسرح الأحلام في أوبرا اليمن. تبدأ بتسجيل أحلى الأهداف عن طريق عادل عباس، العالمي عادل عباس. عادل وجول أول لليمن في هذا اللقاء. لاحظ الموشكي، أحمد الموشكي، أحمد الصاروخ. الله
يا أحمد يا الموشكي، لاحظ المرور وتهيئة الكرة، وهنا اللمسة السحرية من ابن الكرة اليمنية، هنا المحاولة اليمنية، هنا الهدف الأول اليمني. اليمن تسيطر، اليمن تستحوذ، اليمن تسلطن في أرض السلطنة بأقدام اللاعب الفنان ومرعب كل الحراس هو عادل عباس بجانب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق سلطنة عمان، ولها الساحل الجنوبي على بحر العرب والساحل الغربي على البحر الأحمر. وهنا أمامنا الغضب الأحمر، وهنا أمامنا الغضب الأحمر اليماني. هل يظهر لتسجيل هدف ثاني من أجل تحقيق أغلى أمان؟ يا الله، جول! ما هذا الجمال، ما هذا الخيال، من أصل يمني، أحكي من أصل يمني. هنا أمامنا العملاق عادل عباس في بطاقة التعريف في قلب كل يمني صغير وكبير. نحبكم، نعشقكم، نساندكم، نؤازركم، نشجعكم بالملايين في أرض اليمن العظيم. لاحظ 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 أمامنا الكبير، عالمي يا ولد، والله عالمي، أقسم بالعشرة أنك عالمي 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 عالمي. أكبر من عمرك يا ولد، أكبر من عمرك يا ولد يا عادل يا عباس. وبوم بوم بوم يا عادل يا عباس. نلعب بهيبتنا، نلعب بتاريخنا، نلعب بحضارتنا، نلعب بشخصيتنا، شخصية البطل، ولا نرضى إلا بالمركز الأول. خلقت من الجبال أشد قلبا وقد تفنى الجبال ولست أفنى. نعم والله قد تفنى الجبال ولكننا لن نفنى، سنحيا. والنتيجة لا زالت 0-0. متى سيأتي الهدف سواء لليمن أم للإماراتي؟ تعود الكرة في وسط الميدان. عبد الرحمن الخضر، الله على التمريرة يا الخضر. محاولة يمنية، فرصة في الجهة اليمنى، كرة خطيرة للمنتخب اليمني. المحاولة هنا العرضية، هنا المحاولة الخطيرة في منطقة الجزاء في الصندوق خطيرة. يحاول أمامنا اللاعب أحمد الموشكي، الموشكي، الله، جول! السيمفونية اليمنية، السيمفونية اليمنية انطلقت. سيمفونية الانتصار بدأت بعزف أحلى الألحان في مسرح الأحلام في أوبرا اليمن. تبدأ بتسجيل أغلى الأهداف عن طريق عادل عباس، العالمي عادل عباس. عادل عادل عادل، وجول أول لليمن في هذا اللقاء. لاحظ الموشكي، أحمد الموشكي، أحمد الصاروخ. الله يا أحمد يا الموشكي، لاحظ المرور وتهيئة الكرة، وهنا اللمسة السحرية من ابن الكرة اليمنية، هنا المحاولة اليمنية، هنا الهدف الأول اليمني. اليمن تسيطر، اليمن تستحوذ، اليمن تسلطن في أرض السلطنة بأقدام اللاعب الفنان ومرعب كل الحراس هو عادل عباس، العالمي العالمي العالمي. في لقاء معانقة أغلى الألقاب، في لقاء ضرب كل التوقعات، في لقاء خطف أغلى انتصار، في موقعة صدام الكبار. اليماني بأروع أداء يظهر في هذا اللقاء. أجمل أداء لمنتخب اليمن، أجمل أداء لمنتخب اليمن، يضرب كل المنتخبات مع العملاق علي النونو، مع الشاب سامر فضل. يظهر الوحش الأحمر، يظهر الغضب الأحمر في هذا اللقاء، ويسجل هدف الأزبقية في هذه اللحظات. إذن التقدم للمنتخب اليمني، التعملق للمنتخب اليمني. سقوط عبد العليم مصطفى، فرحة يمنية
جمهور اليمن هنا يتنفس السعداء. هنا التدخل من اللاعب البديل ميت علي على عبد العليم مصطفى. اليمني يشق طريقه نحو الانتصار، اليمن يشق طريقه نحو النهائي، اليمن يشق طريقه نحو معانقة أغلى الألقاب. اللقب الذي ينادي باسم اليمن، اللقب الذي ينادي اليماني، واليمن حتى الآن متقدم بالنتيجة والأداء هنا في أرضية الميدان، في ملعب الصلالة، في ملعب السعادة، في مدينة الصلالة العمانية، في أرض السلطنة العمانية. يسلطن المنتخب اليمني، يسلطن الأحمر اليمني، ويعلن عن التقدم والجاهزية لمعانقة اللقب الغالي 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 الذي ينادي، الذي يبحث عن الأحمر اليماني على اليمني في هذا اللقاء الذي يتقدم بأروع الأشكال. والنتيجة حتى الآن لمصلحة اليمن 1-0 1-0. وهنا أمامنا المحاولات لا زالت مستمرة، الضغط مستمر. منتخب اليمن، ما يعجبني بهذا المنتخب أولا وجود النجوم الموهوبين العمالقة، وأيضا ما يعجبني عندما يتقدمون لا يتراجعون إلى الوراء بل يهاجمون. هذا هو تكتيك سامر فضل المدرب الهجومي، علي النون الهجومي. فرصة يمنية، هي يمنية، محاولة يمنية، كرة يمنية، ماذا يقول الحكم؟ لا وجود لأي شيء. القوة الضاربة اليمنية تظهر، المحاولات اليمنية الخطيرة، وضربة ركنية للأحمر اليمني في هذه الأوقات. ضربة ركنية لمنتخب اليمن، ضربة ركنية للمنتخب اليمني. فرصة يمنية للوصول إلى الشباك للمرة الثانية. هل يصلون للمرة الثانية للشباك؟ الجمهور العائلة اليمنية المحترمة والعفيفة في المدرجات. هنا المحاولات، هنا الفرص اليمنية، هنا الكرات اليمنية، المحاولة الخطيرة من الجهة اليمنى في الرواق الأيمن. يحاول المنتخب اليمني أن يصل للشباك الإماراتية. التقدم حتى الآن بأروع الأشكال. دائما كنا وجه خير وفال خير على المنتخبات اليمنية. الحمد لله كنت المعلق الذي علق على بطولة تاريخية لليمن في عام 2021 عندما حصل المنتخب اليمني الوطني للناشئين على بطولة غرب آسيا للناشئين. حين كنت أنا المعلق على تلك البطولة والفرحة اليمنية العارمة في كل بقاع اليمن. واليوم أيضا أرجع إليكم من خلال هذه البطولة أيضا. وحتى الآن الحمد لله نحن فالخير على المنتخب اليمني، وحتى الآن يتجه لنهائي الأحلام لرفع لقب البطولة مجددا للمرة الثانية في تاريخ مشاركات منتخب اليمن للناشئين في بطولة غرب. هنا دعوني أقف احتراما وتقديرا لهذا الجمهور. أنت لست في إيطاليا، لست في ألمانيا، لست. تدخل إلى أجواء المباراة. كرة تلعب للمنتخب اليمني. عادل عباس العالمي، المايسترو، الفنان. يا سلام يا سلام يا سلام يا عادل عباس. وهذه الرأسية ضاعت على محمد الجراش. يا الجراش. اليمن هذا البلد الجميل الذي يمتاز بطبيعته الخلابة وأجوائه الأكثر من رائعة. هذا البلد الذي يقع بجانب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق سلطنة عمان، ولها ساحل جنوبي على بحر العرب والساحل الغربي على البحر الأحمر. وهنا أمامنا الغضب الأحمر، وهنا أمامنا الغضب الأحمر اليماني. هل يظهر لتسجيل هدف ثاني من أجل تحقيق أغلى أمان؟ يا الله، جول! ما هذا الجمال، ما هذا الخيال من أصل يمني. أحكي من
من أصل يمني. هنا أمامنا العملاق عادل عباس في بطاقة التعريف في قلب كل يمني صغير وكبير. نحبكم، نعشقكم، نساندكم، نؤازركم، نشجعكم بالملايين في أرض اليمن العظيم. لاحظ 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 أمامنا الكبير. عالمي يا ولد، والله عالمي، أقسم بالعشرة أنك عالمي 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 عالمي. أكبر من عمرك يا ولد، أكبر من عمرك يا ولد يا عادل يا عباس. وبوم بوم بوم يا عادل يا عباس. نلعب بهيبتنا، نلعب بتاريخنا، نلعب بحضارتنا، نلعب بشخصيتنا، شخصية البطل، ولا نرضى إلا بالمركز الأول. خلقت من الجبال أشد قلبا وقد تفنى الجبال ولست أفنى. نعم والله قد تفنى الجبال ولكننا لن نفنى، سنحيا ونبقى وننتصر ولا ننكسر وسط كل أنواع الحب والإحساس. الأحاسيس أعلنت شد الرحال ليمن الحضارة والأمجاد. يا بلاد العز، يا فخر الرجال، يا يمن الصمود والكفاح، افتخروا بمنتخب الأحلام، افتخروا بنجومكم الصغار، افتخروا بهذا الأداء العالمي والعملاق من جانب عادل عباس، من جانب منتخب يتحدى كل الصعاب بأبسط الإمكانيات. عدم وجود دوري يمني، عدم وجود رياضة في اليمن، عدم وجود مباريات ودية، عدم وجود أي مقومات أساسية للحياة وللرياضة. ورغم هذا ينتفض اليمني. اليمن ينتفض من تحت الركام كطائر الفينيق، ينهض من تحت الركام متحديا كل الصعاب. يا عادل يا عباس، يا عالمي يا فنان.